قرار جديد ضد واحد من نجوم النادي الأهلي بعد ما ريبيرو شاف مستواه السيء. يا ترى مين هو النجم ده؟ يلا بينا نعرف. ريبيرو مستغرب جدا من أداء محمد الشناوي خلال مباراة بالميراس ومباراة بورتو. محمد الشناوي تحس إنه هو ما كانش عنده إيد، ما كانش عارف يصد ولا عايز يصد، كل كرة بتتشاط فيه بيروح معاها، لا في رد فعل ولا في ريفلكس عدل. فعشان كده ريبيرو خد قرار مهم جدا ضده. القرار ده انه هيقعدوا دكه بقى شويه لمصطفى شوبير، والنادي الاهلي خلال الموسم الجديد هيجرب الحارس الشاب. لا ده مش هيجربه بس، ده هيعده انه يبقى الحارس الاساسي للنادي الاهلي. وعلى الرغم من ان الشناوي جدد لمده موسمين، الا ان الموسمين كانوا بشرط انت تحت امر المدير الفني للنادي الاهلي، محدش ليه انه يتدخل انك تلعب اساسي. الموضوع ده هيبقى معاه، وفعلا الشناوي جدد بناء على الشرط ده. وعشان كده مصطفى شوبير كان بيتدرب الفترة اللي فاتت بكل قوة، على الرغم من انه كان في معسكر امريكا عارف انه هيبقى احتياطي، لكنها جات له على طبق زي ما بيقولوا من ذهب. تفتكر بقى ايه سبب سوء حالة الشناوي بالشكل ده؟ لنا رأيك في التعليقات.